هذا الفوز وهذه الفرحة أنا متأكد راح تعيشني. أبي أسمع أقوى هوسات ممكن نشوفها للعراق كامل. يلا اعطونا مجال، فينا احنا الما ينعال، لو طبينا عليه لو طبينا عليه الملعب ناخذ روحه، 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 لو طبينا عليه الملعب ناخذ روحه. تحية لحسين علي البغدادي نعيش معاهم وتفاصيلهم الحلوة. أنا أقول بيتك رايح جاي. أيوه تعال يا تعال يا بيتك رايح جاي. الله تعال يا تعال يا سلام. بيتك رايح جاي. الله تعال يا تعال يا. رجعنا هذه المرة مع عريس الليلة والمنقذ المخلص دائما وابدا ايمن حسين. كابتن مبروك الفوز، مبروك صدارة الهدافين، مبروك الأفضل في هذه المباراة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك العراق، مبروك لهذه الجماهير. انا يوميا عريس، كل مباراه عريس، اهم شيء العراق يفوز انا عريس. مبارك للشعب العراقي هذا الفوز، تحقيق العلامه الكامله. اكيد مباراه كانت صعبه مثل ما شفت اليوم 10 لاعبين جدد في التشكيله ادوا عليهم. كانت مباراه المنتخب الفيتنامي منتخب محترم، لعبنا معهم في تصفيات ايضا فزنا عليهم 1-0 في فيتنام، لكن رغم اضاعه ضربه الجزاء لايمن حسين لكن الحمد لله والشكر قدرنا نحقق 3 نقاط وهو هذا الاهم. نفكر الان في المباراه تجي في دور 16 ان شاء الله للنهائي ان شاء الله. الضربة الثانية كانت أصعب من الأولى؟ لا هي ماكو صعبة، يعني أكيد تلعب هنا في أمام جماهيرك ماكو شيء صعب، لكن شفت يعني التوفيق من رب العالمين الحمد لله. القادم صعب. أكيد القادم صعب لكن احنا العراق. لكم التوفيق كابتن، يعطيك الصحة والعافية. إذا كان هذا هو حديث الكابتن أيمن حسين، أفضل لاعب في هذا اللقاء ومتصدر جدول الهدافين وقائد المنتخب العراقي. هذا كل ما لدينا في أرض الملعب. مع ابراهيم بايش لاعب منتخب العراق، مبروكين الفوز، مبروكين صدارة المجموعة، مبروكين العلامة الكاملة. اول شيء الله يبارك فيك، شكرا الجمهور اللي حضر حقيقة، شكر كادر التدريب واللاعبين على المستوى اللي قدموه. حقيقة الست نقاط حقيقة بالبداية بعض اللاعبين يعني الشوط الأول كان استرخاء من بعض اللاعبين، الحمد لله والشكر الشوط الثاني قدرنا انه نصحح الأخطاء ونحصلنا انه ثلاث نقاط ووصلنا ان شاء الله بالصدارة. تنتظرنا مباريات مهمة دور ال 16 لازم كل مباراة نلعبها نهائي ان شاء الله. باذن الله تعالى فالكم التوفيق، يعطيك العافيه ابراهيم بايش، موفقين باذن الله تعالى في القادم. شكرا جزيلا لك. يعطيك اساس نجم او مدرب المنتخب العراقي. مبروكين كابتن، فوز مستحق واداء مثالي في هذه المباراه اليوم. راح تجيب بالانجليزي نلعب ما شوي مو تمام. براحتك تفضل. الحمد لله والشكر. وي بلايد فيري جود ماتش. لعبنا بمباراة جيدة للغاية، وبالطبع فقدنا التركيز في بعض اللحظات ولكن استحوذنا على المباراة. المنتخب الفيتنامي ليس منتخبا ضعيفا، فزنا ب3 نقاط وهذا أمر هام للغاية. اليوم أنهيتم مرحلة وتذهبون إلى مرحلة أهم بكثير. نعم، وهذه المرحلة بالنسبة لنا مهمة للغاية بالنسبة لنا، ورسالتنا للعالم أن كرة القدم العراقية عادت، الجميع يريد أن يلعب، لدينا فريق مميز للغاية ومدربنا رائع والجماهير هي الأروع في كل هذا الأمر. يعطيك الف عافية، مبروكين الفوز. هذه الفرحة العراقية في بغداد
وجمهور كبير عندنا في الدوحه. حد يبي يعقب على المباراتين يا شباب بس مختصر على اساس بالمختصر بنقول بس سريع. تفضل. الله يخليك. بارك الله فيك. الشوط الثاني احنا قلنا هناك تغييرات بتتم، والخمسه تغييرات اللي تمت عملت اضافه قويه بالنسبه لمنتخب العراق. تكلم على هداف الموجود ايمن حسين اللي سجل هدفين في هذه المباراه وعمل النقله النوعيه في خط الهجوم. كذلك بايش موجود في الجهه اليمنى، وعلي جاسم موجود في الجهه اليسرى. الثلاثي اللي عمل وخلق الفارق الصراحه في الشق الهجومي في المنظومه الهجوميه سواء كانت عن طريق الجهه اليمنى او الجهه اليسرى. وقدر طبعا ايمن حسين ان يسجل واحده بالهد، والثانيه قدر ان يسجلها بركله جزاء. كذلك ضاع ضربه جزاء، وايمن حسين الان هو هداف البطولة ب5 أهداف موجودة. المنتخب العراقي كان هناك متفوق، لكن هناك كان في خلل تنظيمي موجود في الشق الدفاعي والمنظومة الدفاعية، وبالأخص في قلبي الدفاع الموجودين. لهذا الأساس الأخطاء حتى اللي صارت في الشوط الأول تكررت في الشوط الثاني، وأتى منها هدف التعادل كان، لكن المنتخب العراقي عاد إلى المباراة وفاز في المباراة وتصدر مجموعة ب9 نقاط. مبروك للعراق، مبروك لجماهير العراق. يعني اليابان اليابان بكل تأكيد. أنا أقول أنه اليوم لاحظنا عليه أنه استفاد من درس من خسارته مع العراق، تعامل بنوع من المنطق، وأيضا عمل على أنه يهيئ الفريق لدور ال16. وبالتالي مثل هذا العمل يدل أنه فيه فعلا عمل استراتيجي موجود، وأهداف موجودة تحققت من خلال اليوم اللي راح تدعمه في دور ال16 حتى يصل إلى الهدف الأسمى وتحقيق البطولة. أنا أعتقد أنه يملك كل المقومات والأدوات اللي تساعده فعلا في تحقيق مثل هذا المتطلب متى ما كان فعلا عنده الأدوات القوية، وهذا واضح من خلال التبديلات المستمرة اللي أكدها من خلال اللقاء اليوم واللقاءات السابقة، في أنه فعلا كل يوم يعمل إحلالات جديدة حتى يصل للتشكيل المثالي اللي يوصل لتحقيق الهدف. اليابان الشوط الثاني كان أحسن من الشوط الأولاني، شفنا مستوى محترم، في تغيير على مستوى التنظيم بالنسبة للمنتخب الياباني. أول مقابلة يلعب 4-1 لكن نقطة واحد يتسأل عليها، علاش الحارس المرمى الياباني وقع تثبيته ولعب هو 3 مقابلات، في كل مقابلة كان عنده خطأ مباشر يتسبب في هدف. الميزة الوحيدة اللي شفتها في الحارس هذا هو يخرج كرة مليح برجليه، سواء كرة قصيرة ولا كرة طويلة. على مستوى الرجلين لاعب حارس متمكن، لكن على مستوى الكرات العالية قاعد يعمل في مشاكل كبيرة، وقاعد يخلي الفريق نتاعو في وضعيات حرجة. هل في المقابلات الجايين الحارس أكيد باش يواصل خاطر ما وقعش تغييره. المنتخب الياباني قاعد يوري في وجه محترم، لكن في بعض الأحيان قاعد يعمل في 20-25 دقيقة بعيدة كل البعد على المستوى اللي شفناه شهرين التالي. ترتيب المجموعة الرابعة، المنتخب العراقي في الصدارة برصيد 9 نقاط، المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والمنتخب الأندونيسي في المركز الثالث 3 نقاط، المنتخب الفيتنامي بدون رصيد. طبعا المنتخب الأندونيسي لم يخرج من البطولة بشكل رسمي في انتظار نتيجة مباراة عمان وقرقستان اللي بيلعبون بكرة إن شاء الله. احنا نتوقف في هذه اللحظات. هذا التوقف يشمل أن نرفع على مسامعكم ميدان المغرب حسب توقيتنا المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، وراح نتواصل وياكم إن شاء الله بعد 4 ساعات من الحين الساعة 9:30 بتوقيت الدوحة على القنوات المفتوحة الكاس واحد. شكرا. تعال شبعك حب مثل ما يقولون. المنتخب العراقي يحقق العلامة الكاملة ونعيش معهم أجواءهم. شوف ما سمع. الله اسمع تعال يا ابن الحلال ناخذك من طيمة. بايوقف شيل وين نعيش معاهم اجواءهم اللي تخبط. راكب واهلك وفايه راكب هايه اهلك وفايه الى مرايه يا
هلا وينه العب حلوه مشهور مشهور هلا العب هي الافراح ومستمره فيهم اها يا سلام حيا السعودية أول عمره اسبح الفرحة سواء سعودية أو عراقية وجيك ها هاب يلا ها ما سمع ها العب يا سلام سعودي عراقي كلنا واحد كلنا واحد. هذا هو النبض الواحد. اثنين متاخرين هناك اثنين. دائما حصول البطولة عربية ان شاء الله البطولة عربية. يا حلوهم يا حلوهم ويا حلو هوساتهم ودقاتهم ها ويعيشون واجواءهم الحلوه ها السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وموعد مباراة الجزائر وموريتانيا القادمة في مباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة ومرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية كوتيفوار 2024 والقنوات الناقلة للقاء. ولكن قبل ما نبدأ وزي ما احنا متعودين ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بكم من جديد وموعد المباراة والقنوات الناقلة. ان شاء الله هيواجه منتخب الجزائر منتخب موريتانيا في مباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة مرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية. المباراة هتكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 يناير 2024 23/1/2024. المباراة هتكون الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والسودان، 11 مساء بتوقيت السعودية، 12 مساء بتوقيت الإمارات. إن شاء الله سوف تبث المباراة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3 القناة الحاصلة على بث حقوق المباراة. ده بالنسبة لموعد المباراة والقنوات الناقلة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد. ودي كانت حلقتنا وانتظرونا بفيديو جديد.